خامس حاجة واللي هي استمتعوا بوقتكم في المرحلة اللي انتوا فيها. بصوا في ناس كتير كانت بتقعد تقول لي الموضوع ده، وانا بقعد اقول لهم استمتع بايه؟ يعني سنين دراسية ويا رب تعدي على خير ونخلصها يعني ايه بالساهل. بس لا والله بجد السنين دي انتوا لما تكبروا هتعرفوا ان السنين دي بجد هتبقى احسن سنين في حياتكم واحلى الاوقات. حاولوا تستمتعوا بيها على قد ما تقدروا، مش تتعاملوا معاها على انها مذاكرة وضغط ومجهود وكل حاجة، لا، استمتعوا بكل حاجة بتمر بحياتكم دلوقتي. سادس حاجة القرب من ربنا. بجد يا جماعة والله قربوا من ربنا وصدقوني هتشوفوا حاجات انتوا مكنتوش تتوقعوها. ربنا هو القادر على انه يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، تجيبوا المجموعة اللي انتوا نفسكم فيه، تطلعوا من الاوائل لو انتوا عاوزين تطلعوا من الاوائل. بصوا قربوا من ربنا، صلوا، اقرأوا قرآن، ادعوا له، ادعوا بكل اللي انتوا عاوزينه في قلبكم، وبجد والله ربنا مش هيسيبكم ولا هيضيع تعبكم. سابع حاجة ان انتوا تقعدوا في مكان مرتب ومنظم ونضيف، وتبقى الحاجة قدامكم اللي انتوا هتذاكروا فيها بس، مش تحطوا كل حاجة حواليكم وتقعدوا تقولوا بقى انا هبدأ بأنهي مادة. لا، انتوا هتكنسلوا كل حاجة وتقوموا تشوفوا تعملوا ايه تاني. المخ مش هيستوعب، هيحاول يهرب بأي طريقة. انتوا حطوا الحاجة اللي هتذاكروا فيها قدامكم بس واتكلوا على الله. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وحبيتوه واستفدتوا منه. وقولولي لو انتوا عاوزين فيديو المدرسين اللي انا هاخد معاهم واللي اخدت معاهم السنين اللي فاتت، وانا ان شاء الله اعمل لكم الفيديو. وبس كده، اريكاتو جوزايماس.